كيف حالك؟ الحمد لله. صباح الخير من أوساكا إكسبو. أنا الآن قدام البوابة حق إكسبو. طبعاً هذا المكان هو مكان الدخول، والزحمة غير طبيعية. شاهدوا هذا المكان، مكان الدخول البوابة، وهذه هي محطة القطار يخرجوا منها على طول. المكان الدخول اللي معاهم يعني المنظمين معاهم طريق ثاني يدخلوا بسريع، لأنه الزحمة غير طبيعية في البوابة الرئيسية. أوساكا إكسبو 2025. يلا ندخل لداخل ونشوف الأجواء من داخل. طبعاً زي ما تشاهدوا هذا هو المكان الخشبي اللي هو الدائرة. دخل موسوعة جينيس لأطول دائرة خشبية في العالم. في يوم مميز في معرض إكسبو في أوساكا، كان في فعالية خاصة باليمن. بصراحة حسيت بالفخر. يوم مليان أجواء يمنية حقيقية، من الرقصات الشعبية للشرح اللي قدمناه لليابانيين عن ثقافتنا، وحتى القهوة اليمنية كانت حاضرة بكل طيبتها وريحتها. صورت لكم بعض المقاطع من الفعالية وقررت أشاركها معكم. أتمنى تعجبكم، ولا تنسوا تكتبوا رأيكم في التعليقات. مدينة تتحدث جدرانها عن مجد تليد، ومدينة تنطق حجارتها بحكايات المجد، شاهدة على حضارة خالدة لا تمحى من الذاكرة. اليمن بلادنا وعزها عز لنا، فرددي أجيالها اسلمي يا يمن. إني أعيش العمر مخلص لك أمين، انتي اللي تستحقي، انتي اللي تستحقي كل حبي والحنين. جينا نسمعكم نغم عن السواعد والهمم اللي بنت فيها القمم، تسمي معاك العيون. صغيرين هدية دورها لكل ضيف يزورها، والسد معنا بصورها يسقينا بها زينها. في بحرها نسمة عالي، في برها يحلى المهيب، والناس معدنها ماصي، ومن يطلب الحاجة يجوع. من زارها حب رضاها والله بيشكي بعدها، ما في غير بين أهلها عشاق والقسم. شكرا لكم جميعا على حضوركم وشكرنا لكم من القلب. هذه اللحظات المليئة بالفخر والامتنان. وصلنا إليكم الرسالة ونأمل أن نلقاكم على خير. والله الفعالية كانت
رائع بكل ما تعنيه الكلمة. الحضور كان كبير جدا، التفاعل خاصة مع الأغاني اليمنية، مع الفيديوهات اللي عرضت، مع الرقص بالجنبية والرقص العدني. كان البرنامج مكون من 10 فقرات كلها متناسقة. عرض القهوة، عندما عرضت القهوة كان الجميع يعني بده يروح إلى مكان القهوة وكأنهم يعرفون الثقافة اليمنية. والفقرة الأخيرة العرض التصويري من الجانب الياباني كمان كان شيء جميل ولفتة رائعة لتقوية العلاقات بين البلدين. وشكرا جزيلا. كان يوما بهيجا وجميلا من هذه المدينة الجميلة، مدينة أوساكا اليابانية، وهي تحتضن المحفل العالمي والدولي إكسبو 2025. احتفت اليمن اليوم باليوم الوطني في الذكرى 35 للوحدة اليمنية على خشبة هذا المسرح. كان هناك تنوع ثقافي، فني، خطابي، بحضور معالي وزير الصناعة والتجارة وسعادة السفير، سفيرنا في اليابان الأستاذ السنيني. وأيضا كان هنالك حضور بهي وكبير من اليابانيين، مثله ممثل اليابان وعضو البرلمان الياباني، وأيضا حضور لعدد من السفراء الكرام، سفير المملكة العربية السعودية وغيرهم من السفراء العرب الذين حضروا، وجمهور غفير. استطاعت الحناجر اليمنية المسافرة ليس فقط عبر من اليمن إلى اليابان، ولكن المسافرة أيضا بتراثها، بتاريخها، بعراقتها، بثقافة اليمن، أن ترسل رسالة سلام وتعبر عن اليمن كثقافة. اليمن باقي رغم كل المحن، اليمن صامد رغم كل ما يمر به من أزمات. اليمن هو يغرف من بحر، إذ أنه دولة حضارية كبيرة، وكان ذلك مؤثرا في حضور الناس وتفاعلهم مع الأهازيج اليمنية والرقصات الشعبية والأغاني الفلكلورية المعروفة. كان يوما وطنيا بامتياز. كل عام واليمن بألف خير، وكل عام والجميع بألف خير. もう素晴らしかったです。もうイエメンの自然、あとそうですね、歌、もうとっても感動しました。もうイエメンにすごく行きたくなりました。シュクランジャジーラン。イエメンの知られざる素敵な文化を体験できてとっても楽しかったです。ね、いつかイエメン本土にも行きたいと思います。私これまでイエメンの蜂蜜が好きで、ずっとイエメンの蜂蜜をドバイのグローバルビレッジで買ってました。で今回イエメンのカルチャーを知ることができて、イエメンの方と直接触れ合うことができて、やっぱりもっともっと日本の皆さんにイエメンのことも知っていただきたい。やっぱりその本当のこの古くからのアラブのヒストリカルなこの歴史文化っていうことをもっともっと素晴らしい文化を知っていただきたいと思いました。ありがとうございます。シュクラン。إن شاء الله أتمنى أشتي أروح اليمن قاد هنا وشاشكي شندي لك ما شنكركش شاشكي شندي لك ما شنكركش. السلام عليكم. احنا الآن في اكسبو 2025. كان في فعاليات اليوم اليمني، وكان في رقصات وأغاني والناس انبسطوا بالفعاليات، وكان يوم جميل جدا يعني.
اليوم اليمني في أوساكا كان يوم مميز جدا. كان في إقبال من اليابانيين بشكل كبير، تعرفوا على الثقافة اليمنية وشاهدوا الرقص الشعبي، وأيضا فقرة ثقافية تعرف اليابانيين بالتراث اليمني الغني. مساء الخير، فرصة سعيدة أن نلتقي في هذا المساء الطيب وفي هذا الجو الطيب وفي هذه المدينة الجميلة.